السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبأحسن حال. انا ايمان ودي قناتي جربي مع ايمي. بنعمل روتينات وبنجرب كل جديد يوفر جهد ووقت على ست البيت. كمان يشرفني اشتراكك في القناة لو لسه ما اشتركتيش، ولايك حلو زيك وكومنت اعرف بيه رأيك في وصفة النهاردة. فيديو النهاردة هنعمل الكريب والبانيه الكريسبي ب5 جنيه بس. كمان هنعمل البطاطس المقرمشة بمكونين 2 موجودين في كل بيت. كمان ازاي عملت من نص كيلو بانيه عملت اكتر من كيلو. كمان يكفي 5 اشخاص او اكتر، وممكن يكفيك اليومين لو انتي بتحبي تعملي اكل لمدة يومين. يلا بينا نشوف الفيديو النهاردة، يلا بينا نبدأ. بسم الله ونصلي على رسول. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. كده نص كيلو البانيه والتوابل بتاعتنا بهارات فراخ وتوم بودرة وبصل بودرة وملح وفلفل اسود، وحطيت كمان ال7 بهارات. كل ده بمعلقة صغيرة اللي شفتوها معايا، اللي هي معلقة الشاي. تمام. عشان طبعا اخد كمية حلوة من البانيه زي ما قلنا تكفي عدد اشخاص من 5 لاكتر. او عندك عزومة عايزة تكتري بقى الكمية بتاعة البانيه، هنقطعها يعني على 2 او على 3 على حسب سمك البانيه متقطع ازاي. يعني لو تخينة ممكن نقطعها على 2 او 3 على حسب ما انتي شايفة قدامك. تمام. هنعمل بقى طريقة معينة كده هوريها لكم بتخلي بتفرد البانيه، بتخليه يدي كمية اكتر. تمام تمام. هاخد بقى الكمية. بصوا ما شاء الله لما اتقطعت بقى ادت كمية اكتر بتجيب معاكي. هقطعهم كده وهحطهم في الطبق، واحط عليهم كل البهارات اللي معايا، وكمان نص كوباية الزبادي. انا حسيت ان هي محتاجة تاني فزودت معلقتين زبادي تاني. تمام. هقلب بقى كل المكونات دي مع بعض. حسيت انها مش جايب المعلقه فحطيت ايدي. طبعا لازم نحط ايدينا. هحطها لازم ترتاح في التلاجة، يعني ممكن نص ساعة ساعة. يا سلام بقى لو من بالليل للصبح بتديكي نتيجة احلى كتير، لان لو خدتي بالك ان المطاعم بره بيبقوا متبلين الفراخ او كده وبتاخد يوم او 2، فعشان كده بيبقى طعمها احلى. نخش بقى على البطاطس المقرمشة اللي يا رب ان شاء الله لو جربتيها هتعجبك. معلقة خل ومعلقة ملح، وسيبيها ترتاح ربع ساعة كده وحمري. انتي نفسك هتلاقي كمية البطاطس قلت، وشوية زيت صغيرين هتلاقي الكمية ما شاء الله معاكي جابت يعني في شوية زيت صغيرين، ما بتشربش الزيت في نفس الوقت. تمام تمام كده عرفنا البطاطس المقرمشة بالخل ومعلقة ملح. تمام تمام. كمان جبت الكاتشب. في كاتشب سايب دول كانوا ب5 جنيه. بصوا ما شاء الله عملت لي يعتبر تلت الازازة. كمان جبنة الرومي والجبنة الموتزاريلا ميكس جبن كده، كان الطبق ده ب10 جنيه. وزي ما شفتوا طبعا المايونيز الكيس الكبير دوت بجنيه. كمان ما شاء الله الكريسبي بقى. احلى حاجة ان الكريسبي يعني ما شاء الله شوفوا الكمية الحلوين دول ب5 جنيه. هتعملي ما شاء الله شوية حلوين من الفراخ البانيه كريسبي، وطعمها حلو جدا ومقرمشة. عايزة اقول لكم طعمها خطير. كمان حطيت معلقة 4 أو 5 معالق كده من الدقيق على البانيه. طبعا بعد ما ريحناه ساعة في التلاجة، فحطيت عليه بدل ما اجيب طبق تاني يعني للدقيق، لا حطيته عليه وبقلب بصوابع ايدي باطراف ايدي كده، ان الدقيق يخش في البانيه كله ويغلفه. تمام. بيضتين بقى ونص كوبايه لبن كده، وهنقلب مع ملح وفلفل. تمام تمام. احنا كده جهزنا ال3 اطباق قدامنا. هناخد من الدقيق للكريسبي. عايزه بقى الكميه يعني كميه البانيه او القطعه بتاعه البانيه يعني تجيب شكل ما شاء الله تبقى عريضه او حلوه. اضغطي جامد اضغطي جامد كده عليها ان هي الطبقه بتاعتها تبقى عليها ما تقعش، يعني مش هتقع من عليها، وفي نفس الوقت هتديكي حجم اكبر للبانيهية. انت مقطعاه صابع بس ما شاء الله هتفرد معاكي، هتجيب كمية حلوة. المهم طبعا انا بعمل بالمعلقة، لو انت بتعملي بايدك بقى هتضغطيها. بصي ما شاء الله يعني هي المفروض صوابع، بس بصي كأنها قطعة بانيه لوحدها مستقلة بذاتها يعني. هنا انا عملت نص الكمية بالكريسبي والنص التاني بالبقسماط. تمام.
ما شاء الله زي ما انتم شايفين لسه الكمية في البانيه كتيرة، وهوريكم كمان الطبق على بعضه من غير بقى التغليفة بتاعتها ما تقع او يلزق في بعضه. انا هحطهم فوق بعض كله وفي نفس الوقت مش هيلزق. هنا بضغط قطعة البانيه، بضغطها جامد كده بالبقسماط، بيخلي البقسماط يمسك عليها وفي نفس الوقت ايه تديني فردة حلوة للبانيه ما يستوي وفي نفس الوقت مفروض. بصوا انا حاطاه كله فوق بعض من غير اي حاجة، لان هو واخد بقسماط كفاية حلوين وفي نفس الوقت مضغوط، بضغطاه بايدك كده جامد بحيث ان هو ايه هيمسك وفي نفس الوقت ايه. لو انت حطيتي اكتر من كمية، انا حطيت يعتبر النص كيلو كله فوق بعض ما شاء الله، وحمرته ومفيش اي حاجة، مفيش ولا واحدة مسكت في التانية بصراحة. هنحمره كده بقى مع بعض ونشوف الزيت ما شاء الله سخن، وبعد يعني بسيبه الاول يسخن وبعد كده بوطي عليه، يعني بهدي النار شوية بحيث ان هو يستوي كمان من جوه. الله اكبر، يعني زي ما انتم شايفين لونه حلو وفي نفس الوقت مستوي من جوه، الشكل ان هي مش صوابع، ده هي بنهاية كاملة. تمام، يبقى دي الطريقة ان انت بتضغطي على قطعة البانيه انت وبتحطيها في البقسماط او في الكريسبي، هتديكي حجم اكبر شوية وفي نفس الوقت ايه هتخلي التغليفة بتاعتها تمسك فيها اكتر. حتى لو حطيتي كمية فوق بعضيها والله ما هتمسك. انا فعلا ما مسكتش معايا، يعني انا لو هي مسكت معايا انا هقولك بامانه جدا. هي انا حطيت الكميه وهوريها لكم دلوقتي، والله ما مسكتش. انا طلعت يعني لتاني يوم، قعدت معايا لتاني يوم الكميه، طلعته حمرته على طول وكل واحده مستقله بذاتها فعلا زي ما انتم شايفين ما شاء الله كريسبي وحلوه. كمان بقى نخش على الكريب، نعمل بقى كريب مع جبنه بانيه وكريسبي ومظبطين الدنيا ان نعمل كريب. الكميه دي كانت تقريبا كيلو، اشتريته جاهز ما عملتوش بصراحة. زي ما انتم شايفين ما شاء الله البانيه خلاص طلع. هحط بقى ايه كده شوف، يعني هحط 2 او لو واحدة كبيرة هحط 2 مع بعض. تمام، هحط كمان عليها ميكس الجبن كده، جبنة رومي والجبنة الموتزاريلا. تمام، عايزه اقول لكم الجبنه الموتزاريلا عايزه مطه بس مش هتديكي اي طعم، انما الرومي تحفه مع البانيه، يعني ولادك هيطلبوه منك مش هيجيبوا من بره تاني. بس وحطينا كاتشب ومايونيز على الوش ورجعت حطيت تاني ميكس الجبن وبس كده. يبقى الكريب هو ده طريقته، في نفس الوقت عمل كمية ما شاء الله محترمة. لو جبتي من بره طبعا احنا عارفين الاسعار بره بقت يعني فلكية بقت كتير قوي عشان تجيبي انتي والعيلة، لا هتضربي في مبلغ محترم يعني. فاحنا عملنا وما شاء الله، يعني انا عملت 6 والباقي عملته تاني يوم، يعني ما شاء الله هو 6 وحدات. شوفي بقى هتجيبيهم بكام من بره وفي نفس الوقت مش هتديكي بقى الكمية دي بالطعم الحلو ده. بصوا انا هنا حطاهم فوق بعض، انا عايزه اوريكم ان انا حطاها فوق بعض وما شاء الله ما مسكتش وهي طالعه كل واحده بوحدتها. وقعدت لتاني يوم وكلنا واتعشينا وبالهنا والشفا. في نفس الوقت لو جالك عزومه او كده ممكن تقدري تعمليها على طول جاهزة وحلوة. والبطاطس ما شاء الله برضو مقرمشة، جربيها ومش هتندمي. يا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم واتمنى تكونوا استفدتوا. لو استفدتوا بقى ما تنسونيش في اللايك واشتراك حلو كده للقناة، وقوليلي في الكومنت لو الفيديو بتاع النهاردة عجبك او في حاجة ناقصة، احب اعرف رأيكم جدا. بصوا انا بطلع من جوه علشان اوريكم ان هي مش ماسكة في بعض خالص. يعني بشوف ناس بتحط على بتحط اكياس تلاجة ما بين الطبقة والطبقة، لو انتي حاطه البقسماط صح مش هيمسك. بس وده كان فيديو النهارده، اتمنى يا رب يكون عجبكم. ما تنسونيش في دعوة حلوة. يلا باي باي.